جلطة الأوعية الدموية ممكن تصيب الشريان وممكن تصيب الوريد. موضوعنا النهارده عن الجلطات اللي بتصيب الأوردة، خصوصا الأوردة العميقة في الجسم. جلطات الأوردة العميقة بتحصل بسبب بطء حركة الدم جوه الوريد، أو مشكلة في الجدار بتاع الوريد، أو مشكلة في مكونات الدم نفسها وزيادة لزوجته اللي ممكن تؤدي للتجلط. إيه أعراض جلطات الأوردة بالنسبة للساقين؟ ألم بالساقين، تورم بالساقين، وفي بعض الأحيان لا قدر الله ممكن يكون تحرك الجلطات للرئة. ازاي اعرف ان انا عندي جلطه في الاورده؟ ضروري ازور دكتور جراحه اوعيه دمويه، هيطلب مني فحص الدوبلر زائد الفحص الكلينيكي اللي هيتم في العياده، بالاثنين مع بعض بنقدر نتاكد من وجود جلطه في الاورده. من المهم جدا بدايه علاج جلطات الاورده بصوره سريعه. جلطات الاورده ممكن تتحرك وتوصل للرئه، وساعتها ده ممكن يسبب صعوبه في التنفس ولا قدر الله فشل في وظائف التنفس. السؤال الثاني، ايه هي طرق العلاج؟ هل طرق العلاج بس مجرد بالادويه السيوله؟ ادويه السيوله هي طريقه من طرق العلاج، لكن ظهر طرق حديثه في علاج جلطات الساقين عن طريق اذابه الجلطات بالاساطر اللي ممكن تدوب الجلطات او ممكن تشيلها عن طريق الشفط.